النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض جلاش بالمكسرات. حاجة بسيطة وسهلة، والمكسرات بتاعتنا طبعا بسيطة جدا. هي سوداني محمصاه وطحناه في الخلاط، وحط عليه 3 معالق جوز هند. عملته كده معاكم، هعمله لكم كده في الفيديو وهشوفوه معايا ان شاء الله. سهل وبسيط والله، وطعمه جميل قوي قوي قوي. خليكم معانا وتعالوا نروح نشوف الفيديو ونصلي على النبي كده عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسوش تعملوا لي لايك وتعليق حلو كده منكم، واللي ما اشتركش في القناة يعمل لي اشتراك. يلا بينا. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد النهاردة على قناتي سهل وبسيط مع فطوم. هنبدأ كده الفيديو بتاعنا ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فيديو النهاردة بسيط خالص. حاجته كانت موجودة عندي في البيت. تكلفته كده على قد الايد واقتصادية جدا. ما تت- يعني ما كلفتنيش 40 جنيه 45 جنيه، في الحدود دي. هنعمل النهاردة كده جلاش بالمكسرات. احنا دلوقتي بنعمل شربات مع بعض. كوبايتين سكر، عليهم كوبايتين مية، نص ليمونة وكيس فانيليا. انا هنا كده بحمص الفول السوداني بتاعي، حمصه تحميصة حلوة كده ان شاء الله. وهضربه في الكبة كده زي ما انتم شايفين. حطيت عليه كده 3 معالق من جوز الهند. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت هنا كده 3 معالق جوز هند وطحنتهم كده مع بعض. حاجة سهلة وبسيطة وعلى قد الايد، هتفرحي بها اولادك ان شاء الله. انا كان عندي لفة جلاش في الثلاجة، كان لها فترة كده، طرية طراوة اللي هي شوية. فقلت ايه، انا هعملها النهاردة كده بطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله كده تعجبكم وتنال اعجابكم باذن الله. انا هنا الشربات بتاعي كده خلاص. هديله عصرة ليمونة كده في الاخر، واحط عليه كمان كيس فانيليا وغلوة واحدة، وهطفي عليها ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي وحبايبي ومتابعيني، النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم جلاش بالمكسرات. معانا هنا مكسرات زي ما انتوا شفتوا كده في أول الفيديو. اللهم صل على النبي. طحنت كان معايا فول سوداني وجوز هند. حمصت السوداني كده على النار زي ما شفتوا في أول الفيديو، وحطيت عليه 3 معالق جوز هند وخلطتهم زي ما انتم شايفين كده ونعمتهم. معايا هنا كوباية سمنة، ومعايا هنا فستق للتزيين كده في الآخر، ومعايا هنا لفة من الجلاش. هنسمي بالرحمن وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. هجيب كده شوية معلقة كده من العسل اللي احنا عملناه مع بعض الشربات، وهنزل بيهم كده على المكسرات ايا كانت اي نوع مكسرات. هنقلبهم مع بعض كويس. رجعت لكم تاني كده حبايب قلبي. دهنا مع بعض كده الصينية بتاعتنا دهنة حلوة كده معتبرة. هنسمي كده بالرحمن. هننزل كده بسم الله.
هندي رشة سمنة خفيفة كده. رشة خفيفة كده بين الطبقات عشان يطلع معانا مورق وجميل. عندنا هنا بقى المكسرات كده هننزل بيها. بسم الله. انا حطيت عليها معلقة عسل كده وقلبتها معاكم زي ما انتم شايفين عشان المكسرات تفضل ماسكة نفسها كده. المكسرات انا محمصاها قبل ما اخلطها معاكم كده، ريحتها طالعه حلوه قوي. هندهن الجوانب كده. بسم الله. رشه خفيفه كده برضو. حاجه سهله وبسيطه ومش مكلفه، على قد الايد كده واقتصاديه. هقول لكم تكلفتها في اخر الفيديو. هنحط كمان طبقه كده من المكسرات بتاعتنا الحلوه دي. بسم الله. معايا هنا كده نص معلقه من السكر، وهنزل عليها كده بشويه لبن. بسم الله. كوبايه لبن. هقلب كله في بعضه كده كويس. هضيف لها كده معلقتين سمنه. زي ما انتم شايفين كده، كوبايه لبن ومعلقه سكر ومعلقتين سمنه، وهسقي بيهم كده الجلاش بتاعنا. يعني حاجه خفيفه كده بس اطريه بس.
قطعتها معاكم كده زي ما انتم شايفين، وهدخلها الفرن وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. طلعت كده الصينيه من الفرن وهنسقيها كده، بننزل بالشربات كده. بسم الله. بسم الله. ريحتها طالعه جميله قوي والله، ما شاء الله. انا طلعت هنا كده الصينيه وسقيتها السيرم بتاعها، وده كان الشكل النهائي كده. وبسم الله ما شاء الله، والله انا دقتها جميله قوي، واولادي دقوها برضو عجبتهم خالص. جميله وسهله وبسيطه ومش مكلفه واقتصاديه جدا، وجربوها وهتعجبكم. وبألف هنا وشفا كده. ما تنسوش اللايك ده كان والاشتراك فيديو على قناتي النهاردة، سهل حاجة وبسيط كده مع سهلة فطوم. وبسيطة كده من البيت، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم وسريع ورحمة الله سريع كده، ما وبركاته. بتاخدش وقت ولا حاجة. ما تنسوش لو فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.